السلام عليكم. يسأل هذا الأخ الكريم حول عمر ويقول: طيب كيف لا يدخل الجنة وقبره بجنب قبر النبي هو وأبو بكر وعائشة؟ كيف؟ الجواب: طيب دفنوا بجوار النبي، ثم ماذا؟ هل هذا يعني أنهم سيدخلون الجنة؟ أليس عندكم أن النبي وهو ميت لا يضر ولا ينفع؟ فكيف سينفعهم إذا دفنوا إلى جنبه؟ ماذا استفادوا من هذا الدفن؟ لا شيء، لأن النبي عندكم لا يضر ولا ينفع وهو ميت، فلن ينفعهم في أي شيء. هذا أولا. وثانيا، هل إذا دفنا رونالد ترامب إلى جوار النبي سيدخل الجنة؟ على حسب كلامك نعم سيدخل الجنة، لأنه دفن بجوار النبي، أليس كذلك؟ هذا ثانيا. وثالثا، من أعطى الإذن لأبي بكر وعمر أن يدفنوا بجوار النبي؟ هل رسول الله هو من أذن لهم وقال إن ماتوا ادفنوهم بجواري؟ أبدا، رسول الله لم يأذن لهم أن يدفنوا بجواره، بل من أعطاهم الإذن أن يدخلوا إلى بيته أصلا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فمن أذن لأبي بكر وعمر أن يدفن بجوار النبي؟ إذا قلت عائشة، فمن أذن لعائشة أن تدفن أباها وعمر بجوار النبي؟ هل بيت عائشة بيت أبوها أم ورثته من رسول الله؟ ألم يقل أبو بكر كذبا على رسول الله أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فهل عائشة ورثت هذا البيت حتى تسمح أن يدفن فيه أبو بكر وعمر؟ فهذا الدفن بحد ذاته مصيبة، وسيحاسبون أمام رسول الله في الآخرة. هذا ثالثا. ورابعا، من أين لك أن عائشة دفنت معهم؟ لا يوجد دليل أن عائشة دفنت في بيت رسول الله، وحتى لو دفنت نفس المصيبة. من أذن لها أن تدفن معهم؟ وحتى لو أذن رسول الله أن تدفن معه، فعندكم رسول الله لا ينفع ولا يضر، فلن ينفعها في شيء. والسلام عليكم.